Yurt dışına kaçıyorum. $1 milyon istiyorlar nakit. O kadar para evdeki kasada ne arar? Bizden biri ise ben kendi ellerimle veririm. Yoğun bakımda mı? Ah babam ah. Sakın ben yaptım deme. Hepimiz yine senin yüzünden hastane koridorlarındayız. Benim suçum mu yani? Hepsi senin yüzünden. Haber versinler. Asla unutmayacağım. Allah ben helalliyiz. Cezasın. Orhan Korhan. Ne? Yapabileceğim bir şey var mı? Yanında $500.000 nakit para var mı? Baya ciddisin. Şu kız görüyor musun? Her şeyini... Ya bileyim diye işte gözüm. Helal olsun baba, helal olsun. في الحلقة الجديد من طائر الرفراف والتوقعات الحلقة القادمة والأسئلة المتداوله حول أن كاظم سوف يترك المسلسل بعد تطور الحلقة، ومن المعلقين من قال أنهم يريد أن يكون كاظم أبا صالحا، وكانت الإحداث تسالنا توقف قلب كاظم أثناء نقله للمستشفى، ولكنه سوف يعود للحياة ثانيه حتى عندما يذهب ثيران والآخرون للمستشفى سيستمر كاظم في الانفضال من إجل الحياة أو الموت، ثم عندما يقول أن وضعه خطير للغاية سيكون من الصعب أو الهروب يفتح كاظم عينيه بمعنى آخر أنه سيستمر في الجدال في كذا مشهد عبال ما يقول أنا هو عيش ما ماتش، وسيستمر في المسلسل ولم يغادر المسلسل، وستكون هناك خسائر من عائله سيران في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي لن يكون كاظم إحدى هذه الخسائر، ولهذا السبب لن يموت كاظم.